السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع اقتراب موعد دخول المنتخب المغربي معسكرا تدريبيا استعدادا لخوض مباراتين وديتين في المغرب في شهر مارس المقبل، حيث سيواجه أسود الأطلس كل من منتخبات البيرو وكولومبيا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية القادمة في ساحل العاج وكأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأت وسائل الإعلام المحلية في مناقشة أسماء اللاعبين المرشحين للحضور برفقة أسود الأطلس في المرحلة المقبلة، بعدما باشرت الإدارة التقنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالاتها مع العديد من اللاعبين في مختلف الأندية الأوروبية، أبرزهم مهاجم نادي ميلان الإيطالي إبراهيم دياز. وبعدما راج الحديث بقوة في المغرب عن إمكانية استدعاء نجم نادي ميلان الإيطالي إبراهيم دياز في صفوف المنتخب في المعسكر التدريبي المقبل، إلا أن موقع العربي الجديد نفى ذلك وفقا لمعلومات حصل عليها من مسؤول بارز في الاتحاد المغربي لكرة القدم حول الموضوع، ليؤكد أن الأمر مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب إبراهيم دياز لن يلعب للمنتخب المغربي في الفترة المقبلة. ولا يرى إبراهيم دياز يشعر بأنه مغربي وليست له الأوراق القانونية التي تجعله قادرا على اللعب مع المنتخب، وأن الفرنسي هيرفي رونار المدرب السابق لمنتخب المغرب سبق أن جلس مع والده أثناء فترة لعب إبراهيم مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه صرف النظر عن ضمه إلى منتخب أسود الأطلس بعدما تأكد من صعوبة لعب نجم فريق ميلان للمنتخب المغربي. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحاول قدر المستطاع إقناع مهاجم فريق إس ميلان لكرة القدم ذو الأصول المغربية بالالتحاق بصفوف المنتخب المغربي لتعويض الدولي المغربي أمين حارث بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة بنهائيات كأس العالم قطر. وتابعت الصحيفة ذاتها في مقال عنونته بإبراهيم دياز حلم المغرب المستحيل لكأس العالم قطر، بأن الجامعة المغربية تكافح ضد التيار لتحقيق ما هو مستحيل في الوقت الحالي لإقناع إبراهيم دياز بالحضور في كأس العالم رفقة أسود الأطلس بطريقة قانونية. وكشف موقع وين أن الجامعة تمكنت من تجهيز جواز سفر مغربي لإبراهيم دياز المنحدر من أب مغربي وأم إسبانية، كما حصل على وثيقة إدارية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وجهزت ملف تأهيل نجم الميلان في انتظار الموافقة على تغيير جنسيته الرياضية رسميا من جانب اللجان المختصة لدى الفيفا. وزار إبراهيم دياز العاصمة المغربية في شهر أكتوبر الماضي برفقة وكيل أعماله، وقادته الزيارة إلى مقر الجامعة وإلى مركب محمد السادس بالمعمورة، حيث وقف عن كثب خلالها على تجهيزاته وبنيته التحتية، حيث أبدى إعجابه بها. وأبدى مهاجم نادي ميلان الإيطالي موافقته مباشرة بعد هذه الزيارة على اللعب لمصلحة المنتخب المغربي. ومن المرتقب أن يوجه الناخب الوطني وليد الركراكي الدعوة إلى دياز في المعسكر الإعدادي المقبل للأسود المقرر شهر مارس المقبل بالمغرب. ولعب دياز في جميع الفئات العمرية الصغرى للمنتخبات الإسبانية، كما خاض مباراة إعدادية واحدة مع المنتخب الإسباني الأول، ما يجعل مسألة تغيير جنسيته الرياضية أمرا سهلا أمام الجامعة، كونه لم يخض أي مباراة رسمية مع الماتادور.